السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن ألم المؤخرة عند الحامل. ما أسبابه وما علاج الشد العضلي في الأرداف أثناء الحمل؟ تعاني الكثير من النساء خلال الحمل من آلام في المؤخرة أو الأرداف، والتي غالبا ما تكون نتيجة للضغط المتزايد على الحوض أو العضلات المرتبطة به. ورغم أن هذا الألم قد يسبب عدم الراحة، إلا أنه غالبا لا يكون خطيرا. في هذا الفيديو بإذن الله نوضح أسباب ألم المؤخرة للحامل، وما هو علاج الشد العضلي في تلك المنطقة، وكيفية الوقاية منه بإذن الله. أولا، ما سبب وجع الأرداف أو المؤخرة أثناء الحمل؟ هناك عدة أسباب شائعة تؤدي لشعور الحامل بألم في منطقة الأرداف أو المؤخرة، ومنها: واحد، ضغط الجنين على العصب الوركي. مع نمو الجنين قد يضغط الرحم على العصب الوركي الذي يمتد من أسفل الظهر إلى المؤخرة والساق، مما يؤدي لألم حاد أو شعور بوغز أو تنميل. اتنين، الشد العضلي. الزيادة في الوزن للجسم وتغير مركز التوازن تؤثر على العضلات المؤخرة والحوض، ما يسبب تشنجات عضلية مؤلمة، وخاصة عند الوقوف لفترة طويلة أو أثناء النوم. تلاتة، ارتخاء الأربطة. تؤثر هرمونات الحمل مثل الريلاكسين على أربطة الحوض فتصبح أكثر ليونة، مما يؤدي لعدم استقرار المفاصل وألم في الأرداف أو المؤخرة. أربعة، الإمساك والضغط المعوي. مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الحمل قد تسبب شعورا بالثقل أو الألم في الجزء السفلي من الظهر والمؤخرة. ثانيا، ما علاج الشد العضلي في المؤخرة للحامل؟ إليكم أهم الطرق الفعالة لتخفيف وعلاج ألم المؤخرة أثناء الحمل. واحد، الراحة وتغيير الوضعية. تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وحاولي تغيير وضعية جسمك بانتظام لتقليل الضغط على الأعصاب والعضلات. اتنين، الكمادات الدافئة. استخدام كمادات دافئة وليست ساخنة على منطقة الألم يساعد في استرخاء العضلات وتخفيف الشد. تلاتة، تمارين التمدد الخفيفة. تمارين مثل تمرين القط والبقرة أو التمدد بوضعية الجنين تساعد على تقليل توتر العضلات بعد استشارة الطبيبة. فلا يجب أن تقوم الحامل بممارسة أي تمارين رياضية إلا بعد استشارة الطبيبة. أربعة، ارتداء أحذية مريحة. تجنب الأحذية ذات الكعب العالي، وارتدي أحذية داعمة تساعد في توزيع الوزن بشكل متوازن. خمسة، استخدام وسادة الحمل. خلال النوم استخدمي وسادة دعم بين الساقين لتقليل الضغط على الحوض وأسفل الظهر. ستة، استشارة الطبيبة قبل استخدام أي دواء. لا تستخدمي أدوية مسكنة بدون موافقة الطبيبة، وخاصة في المراحل المبكرة من الحمل. ثالثا، متى يجب القلق من ألم المؤخرة أثناء الحمل؟ راجع الطبيبة إذا كان الألم حادا جدا ويمنعك من الحركة، أو يصاحبه تنميل أو خضر في الساقين، أو يظهر فجأة ويزداد سوءا ولا يتحسن بالراحة أو العلاجات المنزلية. فقد يشير الألم في حالات نادرة إلى ضغط عصبي شديد أو مشكلة في العمود الفقري. وخلاصة الفيديو: ألم المؤخرة أو الأرداف أثناء الحمل هو عرض شائع وطبيعي، غالبا ما ينتج عن الشد العضلي أو ضغط الجنين على العصب الوركي أو ارتخاء الأربطة، ويمكن تخفيفه بالراحة والكمادات وتمرين التمدد، ولكن لابد من استشارة الطبيبة إذا كان الألم شديدا أو متكررا. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايكوكم وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.